يديه من خلال توقيعات على المحضر أو من خلال طلب إجراء الامتحان. وتم كذلك نسخ ورقة الامتحان التي فيها الاسم موضوع الخلاف. هما 6 نماذج، وقمنا في أعضاء اللجنة كل واحد منا كتب اسم ياسين أميون. إذا عطينا السي أميون 9 لغات، قلنا له خرجنا من هنا اللي ديالك اللي ماشي ديالك، يعني قلنا له خذ الورقة خرج. خرج غادر القاعة وجلس تقريبا 20 دقيقة ورجع عندنا أمام اللجنة. قال لك أنا تثبت هذه بخت يدي هذه ماشي بخت يدي. بالفعل جاب 6 بخت يديه وجاب 3 اللي ماشي بخت يديه. عاد السيد أميون أمام اللجنة بعدما أقر بأن 6 نماذج من النماذج 9 هي بالفعل محررة بخط يده، فطلبت منه اللجنة التوقيع على كل نموذج على حدة مبينا موقفه منه. وبعد ذلك وضع السيد أميون النماذج 9 في غلاف، كتب عليه العبارة التالية: أن هذا الغلاف يحمل 6 أوراق تحمل اسمي وتوقيعي صادر عني، و3 أوراق تحمل عبارة لا مع التوقيع هاي صادرة عني. إذا من خلال هذه 9 نماذج قلب كل ورقة وتقول هذه توقيعي نعم، هذه توقيعي نعم، وجاب 3 توقيع قال هذه ليست بتوقيعي وتكفي هذا. قلنا له سي أميون أرنا الورقات بأنهم في غلاف، هو الآن اللي تيتفتح واللي يكتب بخط يديه سي أميون أن 6 ديالو 3 ماشي ديالو. إذا حضرات السيدات والسادة، هذا هو 9 ديال الورقات. ها 1 ها 2 ها 3 ها 4، المهم هما 9 هنايا، فيهم 3 اللي مكتوبين بخط أميون، ومن ضمنهم واحدة من يعني صورة من ورقة الامتحان. بعد هذه العملية هذه ياسين الأميون هي وهذه ما كانش عارف هو غير هذا ما كانش عارفها، وملي مشى حطوها ليه جاب واعترف بأنها هي لأن هذه بالفعل نبدأ أن نقول هذا الكلام. كنا كلجنة في حرج كيف إلى أين سيسير البحث إذا ثبت بالفعل أن مسؤول إداري أراد أن ينتقم من أميون. كان تخوف. إذن قلنا بعد هذه العملية مكنت اللجنة السيد أميون من ورقة الامتحان، فأنكر في البداية أن يكون الاسم مكتوب بخط يده، ثم قال أنها تشبه خط يده، ليعود بعد ذلك التأكيد من الورقة التي عرضت عليه المرة الثانية ليقول أنها بخط يده. وكل هذا الكلام هو مدون في محضر سيوزع عليه. وبذلك إذا فيه المحضر اللي النهاية ديالو كاين توقيع ديال السي أميون الخطوة عرضت عليه ورقة الامتحان المهني، فصرح أن الاسم المضمن بها ليس اسمه وأنه بخط يده، وأنها تشبه خط يده، ثم عاد يصرح بأنها بعد التأكد من الورقة التي عرض عليه المرة الثانية أكد بأنها بخط يده وكان التوقيع ديالها. طبعا هي أنه كان رسل لي ميساج للأسف الشديد وكيقول لي مالي السلام عليكم son excellence monsieur le ministre, j'espère que tout va bien chez vous. Je vous informe qu'un ingénieur qui travaille un jour à la direction de l'équipement et de la gestion du patrimoine avec monsieur Aloni m'a informé de vos ingénieurs témoins que vous connaissez dans un café à Kenitra en avril 2013, période des résultats, que les responsables des examens se sont mis d'accord de ne pas corriger ma copie. Ce qui nous montre la volume de l'abus des pouvoirs qui exercent contre moi. Je vous fais confiance, etc. Et donc, qui voulait بأنه رغم ما يقول والعلة اللي بانت هي أنه ضمن سميتو هنا
هذه بالنسبة للامتحانات موجبة لعدم يعني التصحيح. إذا عندنا المشكل واش فعلا أنه شي واحد ضافها يعني عمدا باش يقصين هذا السؤال تاعنا، وهو كان واضحة جدا. يعني لو ثبت على أي مسؤول كائن من يكون غيكون حساب الشيء. ما حصل هو أنه كما قلت لكم اللجنة اشتغلت بهذه الطريقة الذكية اللي خلاته في الآخر يوقع الاعتراف بأن هذا الخط ديالو مع أنه كان يراسل الوزير بخلاف ذلك سنحاول. النقطة الأخيرة في هذا التقرير تتعلق غير نشير أيضا بعض وسائل الإعلام ربطت بين نقل من وزارة الخدمات هنا في المركز إلى مدينة نصرة بالتالي أنا فيها وزير، وعلق على ذلك بتعليقات على كل حال ما فيها بس ترجعوا لها باش